ازاي نغير مودنا ونخرج من الضغوطات والقلق والإحباطات للسعادة والهدوء النفسي. في كام نقطة العلماء قالوا عليهم هم دول بيساعدونا ان احنا نخرج من الحالات الضغط او القلق الشديد. حابين نجربها ونشوف. هما بيقولوا حوالي 14 نقطة جبتها لكم النهاردة ونجرب. انا في حاجات طبعا مجربها وفي حاجات ما كنتش مجربها، ولما جربتها فعلا جابت نتيجة، فحابة ان انا اشيرها معاكم النهاردة. اول حاجة بيقولك العب رياضة خفيفة في البيت او انزل اتمشى. الرياضة بتغير المود بشكل كبير. كل شوكولاتة، الشوكولاتة بتزود هرمون السعادة وبتغير المود. اشرب مية بقدر كافي، اشرب مية كتير، ده كمان ليه علاقة بان هو يغير المود. ربي حيوان أليف. تربية الحيوانات الأليفة في البيت بيدينا إحساس بالحنان والحب والحياة، فبيساعدنا زيادة. خامس حاجة نغير قصة شعرنا. يمكن الستات عارفين القصة دي، بنغير القصة أو اللون فعلا بنخرج من الحالة. سادس حاجة الابتسامة. خليك مبتسم دايما، ده بيساعد كتير قوي ان انت تعدي الازمات. سابع حاجة اسمع اغاني رقص، اغاني حب، اغاني اي حاجة انت حاسس ان هي بتغير لك مودك اعملها. تامن حاجة كلم صحابك القريبين، حاوط نفسك بناس بتحبها وافتكر معاهم مواقف حلوة، اضحك معاهم شوية، ده كفيل ان هو يغير لك مودك. الانترنت مهم ان احنا نبعد عن السوشيال ميديا فترة يا جماعة، بتغير كتير جدا في المود وبتظبط المود بشكل كبير. نمرة 10 انا بشوفها من اهم الحاجات بالنسبة لي، انك تقعد مع نفسك كام دقيقة كده، حتى تفكر في الحاجات الجميلة اللي في حياتك. حاول تجيب مثلا 5 حاجات نعم في حياتك واشكر ربنا عليها وامتن ليها بس بصدق من قلبك، وهتفاجأ بالتغيير. حقيقي بتفرق كتير جدا لو جربناهم. 11 بيقولك اضحك ولو مرة واحدة في اليوم، اضحك من قلبك جامد. ليها تأثير السحر على تغيير المود حتى لو انت مش مظبوط او يعني مش مبسوط. 12 بيقولك ازرع وردة، ازرع فجل، جرجير، اي حاجة عندك في البيت. هات علبة وحط فيها شوية طينة وازرع ورد. 13 عالج نفسك بنفسك، ان انت تقعد وتفتكر ايجابياتك انت الشخصية، ان انت عندك كذا وكذا وكذا، خططك المستقبلية عندي كذا وكذا وكذا. ده كله بيديك زيادة في الثقة في النفس وبيوسع رؤيتك للأمور. بدل ما انت قاعد قافل الدايرة الصغيرة على الحاجة اللي مضايقاك، هتوسع الرؤية، هتشوف ان الدنيا فيها حاجات كتير قوي 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 اكتر من الشخص او الحاجة اللي مضايقاك حاليا. 14 وهي اخر حاجة مساعدة الاخرين. ساعد ناس غيرك، طلع صدقة، طلع زكاة، الكلام ده كله بيغير جدا جدا في المود. ودي كانت بسرعة جدا جدا كده النهاردة كام نقطة بتخلينا نغير مودنا وتحسسنا ان احنا سعداء وعايشين بشكل مختلف. اتمنى ان احنا نجربها، وصدقوني الخلاصة بقى والزتونة في الرضا وفي الحب. ارضى بالمقسوم لك وارضى باللي بيحصل لك واللي حصل لك، وحب الناس وحب الطبيعة وحب كل حاجة حواليك. املأ قلبك دايما بالحب وابعد عنه الحسد والحقد والغل والانتقام. كل دي مشاعر سلبية مش هتجيب حاجة غير حاجات سلبية. حب الناس وحب الخير للناس، وصدقني هو ده قمة السعادة. اوعى تأذي حد، حاول على قد ما تقدر ما تضحكش على حد، ما تكذبش على حد، ما تأذيهوش. كل ده بيعود عليك بحاجات وحشة جدا صدقني. فأرجوكوا حبوا بعض، وهو ده اللي هيبقى مفتاح السعادة، اللي هيخليكوا دايما في حال حلو جدا جدا مع نفسكوا، مع حياتكوا، مع ربنا، ومع كل تفصيلة صغيرة في يومك. ميرسي جدا انكم سمعتوني، واتمنى ان انتوا تطبقوا اللي انا قلت عليه وكلكم تبقوا سعداء. باي باي.